طب يا شباب، ده اخر تحديث لواتس الايفون اللي هو الفيرجن بتاعه 9.80. التحديث ده اتحط فيه حاجات كتيرة جدا واتحلت فيه مشاكل كتير جدا. المشاكل ديت منها اللي هي لما حد مثلا كان بيجي يدخل على النسخة ولا حاجة بيجيب له ان الاصدار قديم، وان هو لازم ينزل احدث اصدار من النسخة. اتحلت برضو مشكلة تحويل اللغة وتحويل الخط، يعني اتحط خطوط كتيرة جدا في النسخة. كمان عندك المشكلة اللي هي بتاعة تهنيج النسخة مبقتش تهنج زي الأول. وكمان حاجات اتغيرت في شكل الشات والشكل كمان من بره. لو انت جيت ضغطت على الشات من بره كده ضغطة مطولة هتظهر لك القايمة اللي انت شايفها قدامك دي. ولو انت جيت ضغطت على الصورة ضغطة مطولة هتظهر لك الحاجات اللي هي فوق دي. فانت متاح ليك هنا وهنا برضو. تمام. طيب، لو احنا جينا مثلا فتحنا الشات كده وجينا مثلا ضغطنا مرة واحدة بس على أي مسج من المسجات اللي موجودة قدامنا دي كده مثلا، هتروح جاي ظاهرة لك القايمة اللي انت شايفها قدامك دي. تقدر تعمل ترجمة أو نسخ أو تشاركها أو تعمل إعادة توجيه أو تجيب قراءة الرسالة بالصوت يعني. طيب، دي لو احنا دوسنا مرة واحدة اللي هو كده، مرة واحدة بس عادية. تمام، بتنفع مع الصورة ومع أي حاجة وكله تمام تمام. طيب، لو احنا جينا بقى مثلا ان احنا نضغط ضغطة مطولة على مسج زي دي كده هتجيلك علامة الطمس اللي احنا كلنا عارفينها. وعلامة الطمس بقى، الميزة اللي فيها في الابديت ده ان هي بقت بتشتغل على اي سيم. يعني لو انت مركب سيم معين ولا حاجة، تمام، وجيت ان انت جرب علامة الطمس في السيم ده هتلاقي ان السيم اشتغل معاك عادي جدا، وعلامة الطمس خدت شكل السيم اللي انت اصلا مركبه. يعني انت جيت دوست ضغطة مطولة اهوت، تمام، عندك دلوقتي علامة الطمس جايلك بالشكل الابيض. ليه؟ لان انت كده كده اصلا مشغل السيم اللي هو السيم الابيض. وصل لك الفكرة؟ فانت دلوقتي متاح لك اللي انت شغل علامة الطمس على حسب السيم اللي انت بتبقى مشغله. تمام. تمام. لو جيت بقى دوست على كلمة المزيد هنا، لو ضغطنا على اي مسج زي دي كده وهتلاقي عندك كلمة المزيد، دوس عليها هتلاقي عندك انت تقدر تاخدها كوبي او تعدل المسج او تثبتها او تجيب البيانات بتاعتها، وهكذا. تعدل المسج بقى انت ممكن تضغط هنا كده وتبدأ تعدل في اي حاجة انت عاوز تعدلها في المسج، بتدوس تعديل عادي جدا وكله تمام. تمام. بنرجع تاني للمزيد وبعدين بنختار المزيد وبيرجعك تاني للصفحة اللي قبلها. وصل لك الفكرة؟ تقدر تعمل برضو تثبيت وتدوس هتلاقي ان التثبيت بقى بتقول لك اختار مدة 24 ساعة، 7 ايام، 30 يوم، وهكذا. بس يعني دي كل حاجة بالنسبة للشات. بالنسبة بقى للواجهة الرئيسية من بره اللي هي جوه النسخة، اول حاجة انت عندك كلمة المزيد اللي هي موجودة فوق دي، بتفتح لك القائمة اللي انت شايفها قدامك دي. طيب، القائمة دي بقى فيها حاجة اسمها السيم وتغيير الالوان. لو انت ضغطت عليها بيطلع لك السيم الداكن والسيم الفاتح اللي احنا كلنا عارفينه. السيم اللي شغال قدامك ده سيم فاتح. فاحنا هنطلع من كل ده ونيجي مثلا على كلمة المزيد، وتيجي مثلا على اخفاء المحادثة لو انت حابب ان انت تخفي اي شات او حاجة. وهنا وضع الطيران لو انت مثلا حابب تقطع النت عن النسخة. وهنا وضع اصلاح الرسائل لو انت لقيت النسخة بتهنج معاك كتير. لو دوست على الزرار ده هيرجع لك النسخة، ويعني هتبقى اسرع من الاول وهيصلح لك كل المشاكل اللي كانت موجودة فيها. تمام. بالنسبة بقى للبطارية اللي هو اخر حاجة دي، اللي هو لو انت البطارية عندك بتخلص بسرعة بتستخدم الواتساب كتير، فده يسهل لك الدنيا ويخلي لك البطارية ما تخلصش منك بسرعة. تمام. تمام. لو جينا بقى دوسنا على علامة القلم هنا هنلاقي الحاجات دي كلها كده كده موجودة زي ما هي ومفيش حاجة اتغيرت. تمام. تمام. دلوقتي احنا برضه هنشوف ازاي نقدر نعدل في اللغة بتاعة النسخة ونظبط كل الكلام ده. هنيجي على اعدادات مثلا من هنا كده وهتطلع لفوق حاجة بسيطة، هتلاقي جات لك كلمة الاعدادات فوق. هتروح جاي دايس عليها، هتروح فاتحة لك الواجهة اللي انت شايفه قدامك دي. عندك حاجة بقى اسمها لغة التطبيق، بتدوس على لغة التطبيق دي بتفتح لك الواجهة دي، بتطلع لفوق شوية كده وتدور على الانجليش فين اهي. روح جاي دايس عليها كده يا معلم، انت حولت النسخة انجليش عادي جدا. بتطلع بره وبتسيب النسخة تراستر، وبعد ما تراستر هتلاقيها اتقلبت كلها انجليش عادي والدنيا تمام. طيب، احنا كده قلبنا النسخة من الاعدادات الداخلية. احنا بقى عايزين نقلب النسخة ذات نفسها من جوه بحيث ان هي تبقى انجليش. هنروح جايين عاملين هندخل على خيارات الام بي، تمام، وبعدين هندخل على اعدادات اخرى، وبعدين هنجيب اف ام مودز ونجيب ده لغة التطبيق وبعدين نخليها انجليش برضه ونطلع بره. تمام، بحيث النسخة تراستر ونشوف هي هتبقى انجليش او لا. النسخة كلها بقت انجليش وعادي جدا وكله تمام. لو جيت دخلت هنا مثلا كله تمام، الشتات موجودة، مفيش اي حاجة غلط في النسخة.
دوست على الاعدادات هتلاقي ان النسخة اتقلبت انجليش معاك عادي جدا ومفيش اي مشاكل. بس احنا هنرجعها عربي تاني بحيث ان انا يعني ايه اقدر افهمك النسخة فيها ايه والحاجات اللي فيها وكده، بحيث انت برضو تبقى فاهمني. جيب الاعدادات تاني. تمام. بعد كده خيارات الام بي. طيب بالنسبة بقى لموضوع السمات وموضوع الخطوط، ده اللي انا عايز اقوله بس في الفيرجن ده يعني او في الفيديو ده. ده السيم، وتقدر من هنا تغير السيم عادي جدا، وتقدر تدوس على علامة الزائد دي كده تمام وتحط السيم من عندك. تمام. بالنسبة بقى للخط، بتجيب الكل سيم لجميع الواجهات، وبتجيب الستايل، وبتفعل الميزة بتاعت خط مخصص، وتدوس على اختيار خط مخصص بيجيلك الخط. تمام. او انت ممكن تختار الخط من هنا. تمام. تختار الخط من هنا، عندك خطوط، وتحط برضو الخط اللي هو بتاع الايفون التقيل ده. تمام. فانت عايز تحط الخط من هنا تمام، تحطه برضو من هنا مفيش اي مشاكل. تمام. وبقية الاعدادات كده كده موجودة في النسخة، يعني مفيش اي حاجة اتغيرت في النسخة، وكله تمام فيها ومفيش اي مشاكل يعني. هنرجع بقى النسخة انجليش بحيث ان هو يعني الموضوع يبقى ماشي معاك كويس. وهنا لو عاوز تبعت مثلا صورة بجودة عالية، تمام،